صباح السعادة. ايه رأيكم بقى النهاردة اعمل معاكم صينية كبدة محترمة بس هايلة. وانا من موقعي هذا احب اشكر الخمسة ستة اللي كانوا بيصوروا معايا النهاردة كده، لان التصوير في الفيديو النهاردة هتحسيه مختلف، حاجة كده بروفيشنال خالص يا بنات، حاجة كده هايلة يا ولاد، حاجة هتعجبكم بصراحة. النهاردة بقى مش هعمل نص كيلو كبدة ولا هعمل كيلو من الكبدة، النهاردة هعمل ما شاء الله 5 كيلو كبدة. وبما ان الكمية كبيرة معانا بقى النهاردة هعملها على صينية العشاء اللي انت شايفاها دي. وهتسأليني بقى ليه يا فوزية هتعملها على صينية العشاء؟ انا هعمل بقى على صينية العشاء عشان خاطر الكبدة ما تسردش معانا مية وتبقى شكلها كده مش حلو وتبقى زفر معانا. واول حاجة يا حبايب قلبي طبعا عارفين المقادير، نص طن من البصل وعليهم ربع طن من الفلفل الالوان، تقدري تستخدمي الاخضر بس او الالوان زي ما تحبي. ما تنسيش بقى الطماطم بتاعتك، هحط كده حوالي كيلو من الطماطم، مش هكتر، يعني من كيلو لكيلو ونص على 5 كيلو، بس اهم حاجة بصل كتير وفلفل برضه عشان يحنط معانا الاكل. حطينا بقى البصل والخضار عشان نغسله ونجهزه، هاجي بقى على الكبده افتحها بالشكل اللي انت شايفاه. وهنا بقى تشتغلي بكبده بلدي، هتبداي تشتغلي بكبده مستورده الموجوده عندك يا فوزيه. يعني انا عايزه اسالك سؤال، هو انت بتروحي تاكلي في المطعم كبده لا قدر الله بلدي او لا قدر الله لحمه بلدي؟ لا طبعا بناكل المستورد وانتوا عارفين كده كويس. زي بقى احول الكبده المستورده دي لكبده بلدي هايله. بصي بقى هتحسي بطعمها اكنك كده بتاكلي في احلى وافخم المطاعم. اول حاجه انا ما بغسلش خالص الكبده بالميه، ببدا ان انا انزل عليها كده بكميه محترمه من الخل، خل قصب عادي من اللي انت بتحطيه على الاكل. هبدا ان انا اغطي الكبده بالشكل اللي انت شايفاه لمده تقريبا كده 10 دقايق، او على ما اجهز الخضار اللي انا هقطعه معاك. وطبعا بعد ما الكبده تتنقع 10 دقايق هتصفيها في مصفى عشان الميه بتاعتها دي كلها تنزل كده في بعيد عن المصفى، تبقى الكبده ناشفه تماما بعد ما تتنقع طبعا في الخل. ابدا بقى على طول في تقطيع البصل بالشكل اللي انت شايفاه، وعلى طول بقى تقطيع الخضار. الخضار بقى هيبقى عباره عن ايه؟ بصل، طماطم، وما ننساش الفلفل الالوان، ولو بتحبي الشطه الحاميه تقدري تضيفي برضو كده كام شطه قرون، هيحللك الاكله على الاخر. وزي ما قلت لك بقى هنا التقطيع بروفيشنال، ف نشكر صاحبة التصوير اللي هتطلع معانا ان شاء الله قريب صوت وصورة. لو انت بقى وصلت لحد هنا وشايفه ان الفيديو بجد يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنت تقولي لي بتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لكم بتعجبكم ولا ايه رايكم؟ عايزاكي بقى تقولي لي اسعار الطماطم عندك ايه. عندنا الطماطم قلبها ابيض بالشكل اللي انت شايفاه ب10 جنيه وب15 جنيه على فكره. الطماطم السليمه ب15 جنيه، امل مستويه بتتراوح ال5 وال10 جنيه، فانت وشطارتك بقى، يعني لف شويه كده على البياعين لحد ما تلاقي سعر رخيص اشتري منه. كمية البصل بتتقدر، يعني بصي، هو اولا الوصفات اللي انا بقدمها لك مش بتحتاج خالص اي مقادير، يعني انت وحبك للاكل. في ناس كده ممكن يحطوا كيلو البصل عليه كيلو كيلو الكبدة عليها كيلو بصل، وعليها ايه من ربع لنص كيلو كبد فلفل في المتوسط ده، وتلات اربع طماطمات. الفلفل ده لونه اخضر، كان لونه حلو قوي، اخضر رومي. بس هنا مش عارفة بقى المصور جايبه لونه غريب شوية، انت شايفة لونه اخضر ولا شايفة لونه مختلف شوية؟ الفلفل الالوان بقى اللي هو لونه احمر، بصراحة لونه كان جميل جدا وهايل في الكبدة. على فكرة انا هقولك بقى على طريقة ازاي تقدمي بيها الكبدة في اخر الفيديو، هتعجبك او هتعجب اولادك. وكالعادة يا سادة هنولع الشعلة بتاعتنا، ومن الافضل ان احنا نكون شغالين على اعلى عين. هنزل بقى بصينية العشاء، وهنا بقى عايزاكي تسألي بقى وانت نزلت بصينية العشاء ليه؟ ارد اقولك اولا اللي في الشارع بيشتغلوا على طول بصينية في الشارع، فحبيت ان انا اديهم احساس ان احنا كده على عربية كبدة محترمة، واشكل لهم كده وانوع لهم وهم قاعدين، وده كان طبعا احساس حلو قوي بالنسبة لان احنا كان معانا ما شاء الله اللهم بارك مجموعة فوق ال20 فرد. ومجرد ما الكبده على طول تتشمع معانا هنزل بالبصل، وكميه البصل زي ما قلت لك تقدري تحطي كيلو بصل على الكيلو الكبده، او نص كيلو بصل على الكيلو الكبده على حسب ما تحبي كميه البصل. اقلب بقى فيها شويه كده لحد ما احس ان البصله دبلت
بالشكل اللي انت شايفاه. على طول بقى هنزل بعد ما البصله تدبل، بنزل بالفلفل الالوان. كيلو الكبده بياخد تقريبا ربع كيلو من الفلفل الالوان، وانزل على طول بتقريبا كيلو من الطماطم. وهنا الطماطم بتدي طعم هايل. واقلب على الصينيه كده، شايفين بسم الله ما شاء الله العيال واقفين، ما اقولكوش بقى. ما تنسيش بقى الملح بتاعك وبهاراتك. تقدري ان انت تحطي ملح، فلفل اسود وكمون، وتقدري ان انت تشتري بهارات كبده جاهزه خالص من عند العطار. وكده الوصفه بتاعتنا خلاص، ناقصها بس التوم، حوالي كده راس من التوم. ما احنا عاملين كميه بقى يا حبايب قلبي. وخلاص بقى اسيب بقى الكبده، وتقدري ان انت تغطي عليها باي حاجه تانية. طب هنا بقى الطاسه التانية دي بقى الايه؟ هنا بقى بجيب طاسه فيها معلقه سمنه بلدي او شويه من الزيت، وهبدا اجيب العيش البلدي خالص، عيش الافران، العيش اللي كان بشيلين. هبدا ان انا اجيبه واقفله كده من الطرفين، وابدا بقى كل رغيف احط فيه كده ايه كبشه او معلقه من الكبده اللي انا قلتلك عليها دي، وابدا ارله كده بالشكل اللي انت شايفاه. لو في ميه في سندوتشات الكبده انا بشتغل بمقصوصه عشان الميه دي اتخلص منها تماما. حاولي ان انت تصفي منها اي ميه في العيش، في رغيف العيش. وهبدا ان انا اعمل بقى السندوتشات بالشكل اللي انت شايفاه. طاستك الجميله بقى على النار، وابدأي بقى ان انت تحطي فيها سندوتشاتك اللي انت شايفاها دي، وحمصيها على الجهتين. وهنا بقى زي ما قلت لك التصوير كان بروفيشنال، فنسوا يجيبوا لقطه التحمير. دي بقى النتيجه النهائيه، سندوتشات مقرمشه ومحرمشه هايله. لو عجبتك الوصفه ما تنسوش تحبوا بعض.